السلام عليكم. فرصة لتغيير حياتك إلى الأفضل في أفضل أيام الدنيا 10 ذي الحجة. صنعت في هذا المقطع خطة تتكون من 12 برنامج، أعد كل من يطبق هذه البرامج لتغير كبير جدا في حياته إلى الأفضل بإذن الله. هذه العشر أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه فقال وليال عشر، ولهذا قال العلماء إنها أفضل من العشر الأواخر من رمضان. قبل أن تبدأ اجعل هذا البرنامج أشبه بالتحدي في هذه المدة، في مدة 10 أيام ستغير حياتك بشكل كبير جدا جدا جدا. طلع ورقة وقلم أو اكتب في ملاحظة جوالك ونستعين بالله ونبدأ. أول برنامج، ابدأ بإصلاح نيتك وطهرها من الأحقاد والأحساد والأمراض الدنيئة. اجعل عملك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا تبتغي به إلا الله، وستجد جميع الأشياء تتغير في حياتك. ومن صدق مع الله صدق الله معه. النقطة الثانية، ابدأ بالامتناع عن هذه الأشياء، عن وسائل التواصل، عن مجالس الغيبة والنميمة، عن الذنوب المستمرة كسماع الأغاني والنظر إلى الحرام والعلاقات المحرمة. اقطعها فورا، قف مباشرة وتب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه. سيقول شخص هذا صعب بالنسبة لي أتركه تماما. تذكر قول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. البرنامج الثالث، ابدأ بإصلاح حالك مع الصلوات الخمس، وأعدك إذا صلح حالك مع الصلوات الخمس فسيصلح جميع شأنك بإذن الله. اترك كل ما في يدك إذا سمعت صوت المؤذن واذهب إلى الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم ولا يزال أقوام يتأخرون عن أداء الصلاة حتى يؤخرهم الله. قال العلماء حتى يؤخره الله عن جميع ما يشتهيه في حياته الدنيا. البرنامج الرابع، حافظ على السنن الرواتب، 12 ركعة من غير الفريضة. حاول أن تحافظ على 12 ركعة، ولو فاتتك بعض هذه الركعات فحاول أن تقضيها في الصلاة التي تليها. المهم أن ينتهي هذا اليوم وقد صليت لله 12 ركعة. البرنامج الخامس، ابدأ بقيام الليل. ابدأ ولو بركعة في الليلة الأولى، ثم ابدأ في الليلة الثانية ب3 ركعات، ثم ب5 ركعات. إن استطعت أن تزيد فبها ونعمت، وإن لم تستطع فاستمر على هذه ال5 ركعات حتى تنتهي هذه العشر، وسترى التغير الكبير والراحة النفسية والبركة في الوقت وفي الجهد وفي المال وفي الأهل، وسترى هذا بعينك. البرنامج السادس، حاول قدر المستطاع أن تصوم 9 أيام من ذي الحجة، فإن لم تستطع فلا يفوتك صيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه يكفر سنتين، السنة السابقة والسنة القادمة بإذن الله. البرنامج السابع، حاول أن تختم القرآن في هذه ال9 أيام، وسأضع لك خطة في وصف هذا الفيديو لختم القرآن خلال هذه المدة. فإن لم تستطع فحاول أن تختم ولو نصف القرآن، فإن لم تستطع أن تختم حتى نصف القرآن فاقرأ سورة البقرة وآل عمران وسورة يوسف وسورة الكهف وجزء عما، فإن ذلك فيه من الخير الكثير. البرنامج الثاني، المحافظة على الأذكار. حافظ على 3 أذكار، أذكار الصباح والمساء، الأذكار بعد الصلوات الخمس، الأذكار قبل النوم، فإن في ذلك بركة وحصن وحماية من الشيطان والعين والحسد والسحر. البرنامج التاسع، الدعاء. اكتب كل ما تحتاجه، كل ما تريده من الله سبحانه وتعالى هذه الليلة، اكتبه في ورقة أو في ملاحظة الجوال، وابدأ بشكل يومي تحدد وقت في هذه العشر وتدعو الله سبحانه وتعالى بما كتبت في هذه الورقة، وتكرر على الله وتلح على الله، ولا تنسى أن تتحرى مواطن الإجابة، وخاصة إن كنت صائما. ولا تنسى أيضا الدعاء للغير، فإن ذلك من أسباب إجابة الدعاء. البرنامج العاشر، الصدقة. تصدق يوميا ولو بالقليل، ولا تنسى الأقارب فإنهم أولى بالمعروف. اجعل لك صدقة يومية في وقت محدد حتى لا تنسى. البرنامج ال11 والأخير، صلة الأرحام. اجعل لك وقت في كل يوم أن تتصل بقريب، بعمك أو بخالك أو بأخيك أو بوالديك إن كانوا بعيدا منك، إن استطعت زيارتهم، وإلا فاتصل بجوالك حتى برسالة واتساب، فإن في ذلك صلة للأرحام ولو بالقليل. وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه
وينسى له في أثره فليصل رحمه. أخيرا لا تبخل بغيرك، وشارك هذا الفيديو لأهلك ولأقاربك ولمن تحب حتى ينتفع به الجميع، خاصة في هذه الأيام الفاضلة. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.